اوعى تكتب ويش ليست ل 2026، وده عشان انا وانت وعم جمعه بتاع السوبر ماركت عارفين انك مش هتنفذها، عشان انت فوق محلق في الخيال. انزل لي بقى على ارض الواقع. بص بقى يا سيدي، احنا مش هنكتب احلام ورديه، احنا هنكتب خطه معركه لواحد صاحي شايف الدنيا ماشيه ازاي. وعشان تعمل ويش ليست وتكمل معاك فعلا لازم تدوس على فرامل الحماس الزياده اللي عندك ده وتطبق القواعد دي. قاعده الواحد الصحيح: ما تركبش القطر كله مره واحده. اكبر غلطه بتخلينا نرمي ورقه الويش ليست دي بعد اسبوعين من اول السنه هي اننا بنكتب انا هخس، هقرا كتب، هتعلم الماني، هبطل السكر وابقى هيلسي. كلها حاجات كده بس في العموم الواقعيه بتقول نختار حاجتين بس، واحده للجسم وواحده للعقل، ولما العادتين دول يبقوا اوتوماتيك كده وشغالين لوحدهم نشوف اتنين غيرهم. تاني حاجه بلاش كلمات عايمه. كلمه انا عايزه اهتم بصحتي دي كلمه مطاطه، هتصحى الصبح مش عارف تعمل ايه ولا ايه فهتنزل تجيب شيبسي. الواقع بقى انك تقول مثلا انا هتمشى 20 دقيقه 3 مرات في الاسبوع، او هشرب كوبايتين ميه اول ما اصحى. وكل ما كان الهدف صغير وتافه كل ما كان صعب على عقلك ان هو يهرب منه. تالت حاجه قائمه تو دون تو دو، دي بقى اهم جدا من قائمه التو دو. يعني قائمه التوقف عن الافعال اهم من قائمه الافعال. يعني قبل ما نشوف هنعمل ايه جديد نشوف ايه اللي بيعطل يومك اصلا. فواقعيا بدل ما تقول انا هذاكر 4 ساعات قول انا هقفل الموبايل واحطه في اوضه ثانيه من 6 ل 7. فلما تشيل الحاجات اللي بتعطلك اصلا هتلاقي الحاجات اللي نفسك تحققها بتحصل لوحدها. رابع حاجه ان احنا نربط القديم بالجديد، وعشان العاده ما تتنسيش بعد اسبوعين اربطها بعاده انت اصلا بتعملها كل يوم تلقائيا. عايز تقرا قول انا هقرا صفحتين وانا بشرب كوبايه القهوه الصبح. عايز تسمع بودكاست جديد قول هسمعه وانا في المواصلات وانا بغسل المواعين. فانت كده مش محتاج مجهود زياده عشان تفتكره، هي خلاص بقت كده جزء من الروتين اللي موجود اصلا. 5 توقع اليوم الزفت، بلان فور فيلير. الناس بتبطل الحاجه اللي عايزين يتعلموها لما يوم يقع منهم. الواقعيه بقى ان احنا نحط قاعده ممنوع غياب مرتين ورا بعض. يوم كنت تعبان ماشي قشطه نعديها، يوم كان في مشاوير ماشي عادي بتحصل، بس تاني يوم بقى لازم ترجع حتى لو هتعمل 1% من الهدف. 6 مش لازم الويش ليست تبدا يوم 1 يناير بالظبط، فلو بدات يوم 5 يناير 12 فبراير محدش هيقبض عليك. فكره انك تستنى تاريخ مميز عشان تبدا فهي اكبر فخ للكسل. ابدا في اي يوم عادي عشان الاستمراريه هي اهم بكتير من البدايه القويه. فانت مستعد بقى تطبق الكلام ده دلوقتي؟ فقولي حاجه واحده نفسك تحققها في السنه الجديده ونساعد بعض عشان نحققها. كل سنه طيبين بقى.